السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده خبز البيضه او الخبز التركي بطريقه سهله وبسيطه جدا، من غير عجن ولا فرد ولا لت ولا اي حاجه. مش هياخد منك وقت وان شاء الله هيكون جاهز معاكي حاجه كده من غير تعب ومجهود، وهيطلع معاكي ممتاز وفوق الوصف. الخبز بتاعنا هش وطري وخفيف، طعمه حلو قوي، هيكون معاكي مميز جدا لسحور رمضان. حاجه كده اللهم بارك. ان شاء الله بعد الفيديو بتاع النهارده هتعتمديه وهتكوني خبيره في عمايله باذن الله. اهم حاجه تابعيه للاخر علشان هنتكلم باستفاضه على مراحل العجين، وكمان هنتكلم باستفاضه عن التسويه الخاصه علشان يطلع معاكي طري، وكمان يطلع معاكي باللون الحلو الممتاز ده. اللهم بارك، حاجه كده ممتازه هتعتمديه ان شاء الله لسحور رمضان. طعمه هيعجبك قوي، طعمه فوق الوصف. زي ما احنا متعودين مع بعض دايما بجيب لك مراحل العجين وكمان مراحل التسويه باستفاضه. تابعي معايا الفيديو للاخر واعملي لي لايك وشير للقناه لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني، وكمان لايك للفيديو بتاع النهارده. وتعالوا كده بينا نبدا كده ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا العجان بتاعي هنزل فيه بكوبايه حليب او لبن، وزيها كوبايه ميه. الكوبايه اللي انا مستخدماها كوبايه معياريه، استخدمت الكوبايه التانية من الميه. هاخد بس النص بتاعها واركن النص التاني لحين اما ابدا عجين. معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، واهم حاجه اتاكدي من تاريخ الصلاحيه بتاعتها. ومعايا معلقتين كبار من السكر، سكر تموين عادي خالص. وهنزل بحاجه بسيطه خالص من الملح، وان شاء الله هكلمك عن المقادير بالجرام واحنا بنشتغل. معايا برضك نص كوبايه من الزيت، زيت نباتي عادي اي نوع انت حابه تستخدميه. انا خدت بس 50 جرام وركنت ال50 جرام التانيين. اول حاجه كده كوبايه اللبن بتاعنا. اولا اللبن بتاعنا دافي، يعني مش بارد قوي او سخن قوي. انا مدفيه حاجه بسيطه خالص كده زي دمعه العين علشان ينشط معايا الخميره. وبرضك الميه بتاعتنا انا مدفيها حاجه بسيطه خالص علشان تسرع معايا عمليه تنشيط الخميره. اللبن اللي انا استخدمته او المج اللي انا استخدمته 200 جرام من اللبن او الحليب ايا كان المسمى بتاعه. والميه نفس المعيار، استخدمت كوبايه ونص في البدايه، يعني 300 جرام، وركنت النص الباقي هستخدمه وقت ما اجي ابدا عجين. ولو احتجت ميه تاني هستخدم برضك، وهقولك كميه او مقدار الميه اللي انا استخدمته في العجين او في الخبز بتاعنا في اخر الفيديو خالص، او في مرحله العجين او في اخر مرحله العجين. معايا الدقيق بتاعي دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع او اي ماركه انت حابه تستخدميها استخدميها، بس تكوني انت عملتي بيه قبل كده او اعتمدتيه قبل كده في الوصفات بتاعتك. النوع اللي انا مستخدماه اصطفى كريستال، انا متعوده عليه ودايما بقول لكم عليه. وفي انواع كتير قوي موجوده في السوق استخدميها، ولو حابه برضو تستخدمي السايب اللي موجود عند العطار استخدميه. اهم حاجه اساليه على نوع الدقيق، واسألي التركيز بتاعه 72% ولا لا، ونوعيته ايه. ده اهم حاجة. لو مش هتعرفي تعملي الخطوة دي في الدقيق بلاش، واستخدمي اللي هو في العبوات او البواكي، وبرضو هيكون ممتاز ونفس السعر او الاتنين مقربين لبعض. في المرحلة دي انا بشغلها بالاسباتيولا بتاعتي، ونص كوباية المية اللي على جنب انا ببدأ ان انا استخدم فيه. الخميرة اللي انا استخدمتها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية يعني 20 جرام، والسكر اللي انا استخدمته سكر تموين عادي، استخدمت معلقتين كبار يعني 40 جرام من السكر. والزيت اللي انا استخدمته نص كوباية زيت عادي نباتي خالص، استخدمت 100 جرام يعني نص كوباية. تمام كده. انا ببدأ اشتغل معاكي واحدة واحدة. استخدمت كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، النوع اللي انا مستخدماه اصطفى كريستال، يعني 8 كوبايات او مجات من مجات الشاي العادي. لو انت هتعايري بالكوباية او هتعايري بالميزان هيبقى كيلو، ولو انت شاريه الباكت اللي انا شارياه هيبقى الباكت. وهتنخليه نخله كويسه علشان ندخله هوا، ولو كان في اي تكتلات ولا اي حاجه تبدا تروح. في المرحله دي انا شغاله بالاسباتيولا بتاعتي، والطريقه سهله وبسيطه ما خدتش مني وقت ولا مجهود. هبدا ان انا استخدم كل كميه الدقيق وانزلها. ولحد الان انا خلاص كده استخدمت الكوبايه التانية، يعني لحد الان انا مستخدمه 400 جرام من الميه و200 جرام من الحليب. تمام. هجيب كمان جنبي نص كوبايه اسفه من الميه يعني 200 جرام علشان ابدا ان انا اشتغل فيها. وهقولك برضك انا استخدمت منها قد ايه. وهبدا كده بالاسباتيولا برضك الم الدقيق بتاعي. انا استخدمت بس 50 جرام من الزيت، ال100 جرام انا استخدمت منها 50 جرام، وهستخدم ال50 جرام في المرحله الجايه ان شاء الله. هبدا كده انزل الميه بتاعتي الكوبايه الثالثه بالتدريج علشان ما ازودهاش، لان مش كل الدقيق
زي بعضه، ومش كل انواع الدقيق زي بعضها. في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش سوائل. خليكي دايما متابعه الخطوه دي. كميه السوائل بتاعتك تنزلي بها اول كوبايه التالتة، انزلي بها بالتدريج علشان تبقي العجينه ما تفرطش معاكي قوي وتكون سايبه قوي. احنا مش عايزينها لا متكتله قوي ولا سايبه قوي، تمام؟ احنا عايزينها بين البنين وسط، تكون بتلزق في الايد. انا هبدا كده بايديا، هنضف الاسباتيوله بتاعتي واركنها على جنب، خلاص ما عدتش محتاجاها. في المرحله دي هبدا الم العجينه بايدي كده، بحيث ان انا اشرب الدقيق كله جوه العجينه، وابدا ان انا المها علشان تكون العجينه ناعمه وطريه في ايدي، وابقى عارفه الملمس بتاعها. تمام. انا اسفه في المرحله دي مش لابسه جوانتي، لان انا زي ما قلت لكم عايزه اعرف ملمس العجينه والقوام بتاعها هيكون عامل ازاي. وكمان انا بحاول اوريك الخطوات علشان لو انت اول مره تعمليه او تشتغلي فيه، هو سهل وبسيط جدا ومش هياخد منك وقت ولا مجهود ان شاء الله، وهيطلع معاكي ممتاز وفوق الوصف. هبدا ان انا ابل صوابعي كده، هنزل ال 50 جرام الباقيه من الزيت، وهبدا كده الم العجينه مش هلتها، بلمها بس بحيث ان هي تتشرب الزيت بتاعنا. ولو حابه ان انت في المرحله دي تستخدمي سمنه مفيش مشكله، او تستخدمي زبده مفيش مشكله، او تعملي ميكس مفيش مشكله، بس صدقيني الزيت بيديلها قوام ممتاز جدا وبيفرق معاكي في الطعم. هو في الوقت ده مش محتاج ان انت تستخدمي سمنه او زبده، واحنا بنحاول نخليه اقتصادي شويه. ولو حابه تستغني عن الحليب اللي احنا استخدمناه مفيش مشكله، وخلي الكميه كلها سوائل ميه، هيبقى معاكي ممتاز. في المرحله دي انا مش بلت، انا بحاول بس اخرج ادخلها هوا علشان تكون العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين، او الخبز بتاعي يكون هش ويكون طري في نفس الوقت. كده ما خدتش مني عجين ولا لتيت فيها كتير، اكتر من 10 دقايق ان انا شربت الميه للدقيق بتاعي، وهبدا ان انا ادهن الوش واغطيها بستريتش راب. وكده المرحله دي تقريبا كده معانا تمام وسهله وبسيطه عليكي. زي ما قلت لك عندك عجان تقدري تشتغلي فيه، بس هي الطريقه مش محتاجه عجان، بصوابعك او بالمعلقه او بالاسباتيوله وهتبقى معاكي تمام. غطيتها بستريتش راب وهغطيها كمان بفوطه، ومش محتاجه ان انا اشغل الفرن او في اي حاجه، زي ما هي كده. انا استخدمت الكوبايه التانية، استخدمت منها النص، يبقى انا كده استخدمت 100 جرام و200 جرام ميه و200 جرام، يبقى انا استخدمت 500 جرام من الميه و200 جرام من اللبن. لو حابه الكميه كلها تكون سوائل ميه هيطلع معاكي زي الفل. اللهم بارك، علشان الميه بتاعتنا كانت يعني نسبيا دافيه، والحليب برضك الخميره بتاعتنا تفاعلت طلعت معانا العجينه. اللهم بارك، الخمر بتاعها ممتاز جدا زي ما انتم شايفين، ملت العجان بتاعنا. ولو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك او جودتها، اولا تتاكدي من تاريخ الصلاحيه علشان تكوني عارفه ان الحاجه بتاعتك مظبوطه. ولو ما كانش عليها تاريخ صلاحيه، في كوبايه ميه، في كوبايه اسفه نص كوبايه ميه، هنحط عليها معلقه سكر وننزل الخميره بتاعتنا، ونبدا ان احنا ندوبها في الميه بتاعتنا ونركنها على جنب. عملت فوم وطلعت فقاعات وبدات ان هي تتفاعل، تمام، الخميره بتاعتك كويسه وابداي ان انت تشتغلي فيها. ما اختمرتش وما طلعتش الفوم، يبقى خلاص الخميره بتاعتك مش تمام، استغنى عنها وابداي شوفي بديل تاني، او اشتري حاجه، او دوري على جوده للخميره تكون نوعيتها حلوه. انا اشتغلت في الخميره على طول لان انا عارفه ان الخميره بتاعتي جودتها كويسه والحمد لله انا مجربه. هبدا ان انا كده ابل ايديا زيت، وابدا ان انا بعد ما فرغت الهواء من العجينه بتاعتي هبدا ان انا اكورها. حابه تقللي حجم الكوره مفيش مشكله، انا عملتها كده بالويم، طلعوا معايا 7 كرات للخبز، يعني ما شاء الله. حابه تقللي شويه هيفرد معاكي 10، حابه تقللي كمان شويه ممكن يفرد معاكي 12 و13 من الكيلو دقيق. بس انا كنت محتاجه ان انا اخليها كبيره شويه علشان لو عرفت ان انا ادي لحد منها او كده. شكلتها زي ما انا حابه وفردتها في الصواني بتاعتنا مش مدهونه اي حاجه، وسبتها بس يعني 10 دقايق عما خلصت التشكيل، وكمان ظبطت الدنيا كده حواليا. وهبدا ان انا افردها علشان لما اسيبها ترتاح هقدر ان انا افردها بكل سهوله. وحاولي كده لو في فقاعات هواء ظاهره فوق ولا حاجه، ابداي ان انت حاولي ان انت تفرغيها، علشان اثناء التسويه هتكون صعبه شويه او هتتحرق منك بسرعه اثناء التسويه. هبدا ان انا افردها كده، وعلشان انا مريحه العجينه بتاعتي بتتفرد بكل سهوله. وزي ما قلت لك حجم الكوره او حجم العجينه
او الخبزايه اللي انت حابه تعمليها، دي تكبيرها وتصغيرها يرجع لك انت. اهم حاجه افردي كده العجينه، وعلشان زي ما قلت لكم انا مريحاها بتتفرد معايا بكل سهوله. اللهم بارك، حاجه سهله كده وبسيطه. هعمل معاكم كمان واحده علشان تعرفوا ان هي سهله جدا، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود. وكمان التخمير بتاع العجينه علشان السوائل زي ما قلت لكم كانت دافيه معايا، خدت معايا ربع ساعه بالظبط. واللهم بارك كانت ماليه العجان بتاعي، وانا سبتها زي ما انتوا شايفين كده. الجو كان حلو. ولو انت حابه بقى تشغلي الفرن او تعملي الخطوات ان انت تسرعي عمليه التخمير، صدقيني هو مش محتاج. لما تدفي الميه تخليها زي دمعه العين كده، او لو حابه تقيسي بالترمومتر تخلي درجه حرارتها 36 37 بالكتير، هتبقى معاكي ممتازه. فردت كله. انا كنت مجهزه الصاجان بتاعي جنبي علشان ابدا ان انا افرد معاه بكل سهوله. والصاجه دي صدقوني مشروع فاشل جدا، التسويه بتاعتها مش حلوه خالص في المعجنات او في المخبوزات بصفه عامه. الالومنيوم احسن منها في المخبوزات بصراحة، بيطلع اللهم بارك المخبوزات حاجة كده تحفة. فاللي عايز يشتريها انصحكم بلاش، لان جودتها قليلة جدا. هي صاج فبتوصل الحرارة بسرعة، وكمان اول ما بتخش الفرن بتلاقيها بدأت ترتفع وتقوم عاملة صوت كده، فبتخلي العجين مش حلو. وكمان تسويته مش بتبقى حلوة، وبتاخد يعني بتحرق الحاجة بسرعة. فلو انت حابة ان انت تشتغلي فيها بلاش. انا الالومنيوم ما شاء الله كان ممتاز. دي خدت معايا وقت شوية وبقيت قلقانة علشان خايفة ان هو يتحرق فيها بكل سهولة. دول كل الخبز اللي انا فردته 7 زي ما قلت لكم، وانا كنت عايزة الحجم كبير شوية. لو انت عايزة تصغريه مفيش مشكلة. انا سبته وقت تخمير كمان، لازم يتخمر كمان علشان تبدأي ان انت تدخليه الفرن. هتقولي لي انت عرفت ازاي ان هو يتخمر؟ اولا بتشم ريحه الخميره. لو انت قربتي من العجين بتبداي ان انت تلاحظي ان في ريحه خميره طالعه كده، العجين بتاعك بدا يختمر. وكمان هتلاحظي ان حجمه تضاعف شويه او علا شويه، والوش بتاعه بدا يقفل. يعني لو حطيت صباعك عليه مش هيعلم كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك بدات او ان هي خلاص اختمرت ومحتاجه ان انت تشتغلي فيها في المرحله الثانيه. هبدا كده بالشوكه وابدا الف دوريه كده وانغز علشان وقت التسويه ما يكونش فيها هوا كتير، وكمان ما ترفعش زي ما انتوا شايفين كده، وكمان يديلها شكل جمالي. حاجة سهلة وبسيطة خالص. واثناء التسوية هتلاقي الشكل زي ما هو، مش ظاهر ولا اي حاجة. وعشان الفقاعات اللي تكون ظاهرة فيها من التخمير ما تبقى، شوفي انا بفرغ بالشوكة علشان اي حاجة فيها فقاعات هوا تبدأ ان هي تختفي. معايا كده معلقتين سكر وكمان معلقتين مية دوبتهم، وهبدأ ان انا ادهن الوش. مش محتاجة صفار بيض ولا محتاجة اي حاجة. الطريقة دي سهلة وبسيطة، وكمان بتطلع لك لون المخبوزات اللهم بارك، حاجة حلوة قوي. اعتمديها والله العظيم بجد هيطلع معاكي فوق الممتاز، وحاجة كده روعة. السكر بيديله لمعة حلوة قوي، وكمان سهل وبسيط. وكمان هبدأ ان انا ارش السمسم بتاعي، وعلشان انا دهنت مية بسكر السمسم بتاعي هيلزق ومش هيقع بسهولة. هنتكلم بقى باستفاضة. انا كده خلاص مرحلة العجين خلصت، وكمان مرحلة التخمير معايا خلصت. فهبدأ ان انا بقى اتكلم معاكم باستفاضة شوية عن التسوية. كده خلاص انا هبدأ ان انا ادخلها الفرن. الفرن بتاعي شغال مسبقا على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. لو انت عندك الفرن التسوية بتاعته بصفة عامة لو انت ما شغلتيش الشواية بيحمر، ما فيش مشكلة ما تشغليش الشواية. بس انا شغلت الشواية لان مش كل انواع الافران زي بعضها. في فرن ممكن ياخد معاكي الحاجة تسويتها اكتر، وفي فرن ممكن يسوي معاكي الحاجة قليل. انا بحط على الصاجة اللي تحت، ولما خلاص احس ان هو احمر من تحت اللون بيبدأ يظهر، ببدأ ان انا ارفعه على الشواية علشان يطلع معايا التسوية بتاعته مظبوطة تمام. اعلى درجة حرارة للفرن علشان هو مش بياخد وقت، وكمان علشان ما ينشفش معاكي على طول. مجرد ما الفرن بيسخن بتلاقيه بدأ ان هو يطلع معاكي. في المرحلة دي انا معايا مكعبين زبدة سيحتهم كده على النار، وهبدأ ان انا ادهن وشه اول ما طلع من الفرن على طول. يعني حاجة بسيطة كده يديله لمعة، وهيفرق معاكي كمان في الطعم اللهم بارك. يعني حاجة ممتازة زي ما انتوا شايفين انا مسيحاه. اي نوع زبدة بقى، فرن، بقر، اي حاجة موجودة عندك تمام ادهنيها، والفوطة بتاعتك، وابدأي ان انتي كمري الخبز بتاعنا علشان يبقى طري. عندك كمان صينية تقدري تغطيها عليها هيطلع معاكي ممتاز. في المرحلة دي ممكن هتواجهي صعوبة وتلاقي ان العيش بتاعك او الخبز بتاعك لازق في الصينية بتاعنا،
بتاعنا، لان احنا ما دهناش ماده دهنيه، وكمان نسبه الزيت اللي كانت عندنا مش كتيره قوي. هتبداي تجيبي القطاعه بتاعه الحلويات او السكينه بتاعه الحلويات، وهتبداي ان انتي هيطلع معاكي بكل سهوله. هتزقيه بس زقه بسيطه كده هيطلع معاكي بكل سهوله. انا علشان الصينيه كانت معايا صغيره فمش قادره ان انا اتحكم فيها، فحاولت بقدر الامكان وهتطلع معاكي بكل سهوله. ما خدتش مني وقت، وما تخافيش مش هتتقطع معاكي ولا اي حاجه، هتطلع معاكي بكل سهوله. واللزقان ده ما تقلقيش منه، لانه دايما هيعمل معاكي كده علشان انا ما كنتش دهنه الصينيه بتاعتي ماده دهنيه. وحتى لو دهنتيها ماده دهنيه برضك هيكون معاكي نفس الوضع. انا كده اتكلمت معاكي باستفاضه على كل حاجه. مرحله التسويه انا كنت مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، وزي ما قلت لك مش كل الافران تسويتها واحده للمخبوزات، فدايما انتي عينك على الحاجه بتاعتك. ممكن الفرن بتاعي يكون اعلى من الفرن بتاعك، فدي حاجة انت هتاخدها بالنظر. انا اتكلمت معاكي على مرحلة العجين باستفاضة، والمكونات باستفاضة، وكمان مرحلة التخمير والتسوية. اتمنى ان انا اكون قدرت اوفيكي كل حاجة انت ممكن تحتاجيها، وكمان البدائل اللي انت ممكن تستخدميها، ونوعية الدقيق. كل حاجة اتكلمنا عليها. ان شاء الله بعد فيديو النهاردة هتطلعي من الفيديو ان شاء الله هتعمليها. جهزي بس مكوناتك، مش محتاج مكونات كتير ولا حاجة، اللي موجود عندك في البيت. عايزة دقيق، المية، عايزة تستغني عن الحليب مفيش مشكلة، بس احنا بنحاول ان احنا نديله يعني قيمة غذائية شوية، فبنستخدم الحليب. فحابة ان انت تستغنى عن الحليب مفيش مشكلة، تمام. اللي يريحك اعمليه، وابدأي المرحلة بسهولة جدا وهيطلع معاكي ممتاز اللهم بارك. وهتعمليه ان شاء الله في السحور بتاع رمضان، هيطلع معاكي ممتاز طري وخفيف. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة ينال اعجابكم. دمتم سالمين ومش